سنة تانية أهلا بيكم معانا إن شاء الله. النهاردة هنكمل باقي الدرس الرابع بتاعنا اللي هو درس الماء. اتكلمنا على جزيء الماء وقلنا ان احنا عندنا جزيء الماء رمزه ايه سنة تانية؟ رمزه H2O. جزيء الماء رمزه ايه؟ H2O. بيكون من 3 ذرات، ذرتين هيدروجين ومعاهم ذرة اكسجين. ذرات الماء يوجد ما بينها روابط بقول عليها روابط تساهمية احادية. خلاص. طب الزاوية ما بين ذرتين الهيدروجين بتكون كام؟ 104.5 درجة. اتفقنا ان الرابطة ما بين ذرات الماء بقول عليها رابطة تساهمية احادية، اما الرابطة ما بين جزيئات الماء بتكون رابطة ايه؟ بتكون رابطة هيدروجينية. خلاص. طيب هنا اما اقول لك علل ينشأ ما بين جزيئات الماء القطبية نوع من التجاذب الالكتروستاتيكي، ليه؟ اقول لك كبر قيمة السالبية الكهربية للاكسجين مقارنة بالهيدروجين. طيب معايا سنة تانية بقول ان الذرات يوجد ما بينها روابط ايه؟ تساهمية، اما الجزيئات يوجد ما بينها روابط هيدروجينية. كلمة رابطة هيدروجينية معناها ايه؟ هقول هي نوع من التجاذب الالكتروستاتيكي الضعيف ينشأ ما بين جزيئات بعض المركبات القطبية. طب اما اقول لك هنا مين الاقوى؟ الروابط الهيدروجينية ولا الروابط التساهمية؟ هقول ان الروابط الهيدروجينية بتكون اضعف من الروابط التساهمية. الهيدروجينية بتكون ايه؟ اضعف من الروابط التساهمية. طب تعالوا نشوف خواص الماء. احنا عندنا نوعين من الخواص، النوع الاول اللي هو بقول عليها خواص فيزيائيه، والنوع الثاني اللي هي بقول عليها خواص كيميائيه. الخواص الفيزيائيه اول حاجه فيها بقول يتواجد الماء في 3 حالات في الظروف العاديه، يعني الميه بتنفرد عن باقي المركبات بوجودها في حالات الماده الثلاثه اللي هي صلبه وسائله وايه وغازيه. الصلبه زي التلج طبعا، والسائل زي الماء، والغاز اللي هو زي بخار الماء. طب اما اقول لك علل شذوذ خواص الماء اقول ليه؟ لوجود الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء. تمام. طيب الخاصيه اللي بعد كده بقول ان الماء مذيب قطبي جيد. احنا اتفقنا قبل كده وقلنا ان الماء مذيب قطبي جيد لمعظم المركبات، هو له القدره على اذابه بعض المركبات. طب هنا تعليلات مهمه، بقول رقم 1 يذوب ملح الطعام في الماء. انتم المفروض ان انتم مذاكرين الدرس واخدتوه المره اللي فاتت، نقول مع بعض. هقول ليه يذوب ملح الطعام في الماء؟ هقول لان الماء مذيب قطبي جيد لمعظم المركبات الايونيه مثل ملح الطعام. طيب لو انا قلت لك علل يذوب السكر في الماء رغم انه مركب تساهمي، نقول ايه؟ اقول لان السكر يكون روابط هيدروجينيه مع جزيئات الماء. طب تعليل ثالث اقول لك علل لا يذوب الزيت في الماء، نقول ليه؟ اقول لان الزيت مركب تساهمي لا يكون روابط هيدروجينيه مع مين؟ لا يكون روابط هيدروجينيه مع الماء. ارتفاع درجتي غليانه وتجمده. اتفقنا وقلنا ان درجه غليان الماء كام؟ 100 درجه مئويه، اما درجه تجمد الماء هي 0 درجه مئويه. طب لو قلت لك علل ارتفاع درجتي غليان الماء وتجمده، هقول ليه؟ بسبب وجود الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء. يبقى ارتفاع درجتي غليان الماء وتجمده نقول ليه؟ بسبب وجود الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء. اخر حاجه من الخواص الفيزيائيه اللي هي انخفاض كثافته عند التجمد. انخفاض كثافته عند التجمد طبعا يشذ الماء يا سنه تانية عن جميع المواد في انخفاض كثافته عند التجمد. يعني ايه؟ يعني الماء وهو في الحاله الصلبه التلج بيطفو فوق سطح الماء وهو في الحاله السائله. طب لما يقول لنا هنا علل ليه بيطفو التلج فوق سطح الماء، هقول لانه عند انخفاض درجه حراره الماء عن 4 درجه مئويه تتجمع جزيئات الماء بواسطه الروابط الهيدروجينيه مكونه بلورات ثلج ايه؟ سداسيه الشكل كبيره الحجم، بتكون قليله في الكثافه. بتكون ايه سنه تانية؟ قليله في الكثافه. طيب علل تستطيع الكائنات المائيه ان تعيش في المناطق القطبيه البارده، اقول ليه؟ اقول له حيث يطفو الثلج فوق سطح الماء مكونا طبقه من الجليد تحمل المياه العميقه من التجمد مما يحافظ على حياه الكائنات المائيه. ماشي. طيب نتكلم بقى النهارده على الخواص الكيميائيه. عندنا اول خاصيه من الخواص الكيميائيه اللي هو متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس. الحاجه الثانيه ان هو انحلال الماء كهربيا. طيب ناخد واحده واحده. اول خاصيه اللي هي بقول عليها او الخواص الكيميائيه، اول حاجه اللي هو الماء متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس. احنا اتفقنا قبل كده ان ورقتي عباد الشمس عندنا زرقاء وحمراء. عند وضع ورقه عباد الشمس في الحمض فانها تحمر، او هو الحمض بيحمر ورقه عباد الشمس، وعند وضعها في القلوي بيحصل لها ايه؟ تزرق ورقه عباد الشمس. طيب الملاحظ او الغريب بقى ان عند وضع ورقة عباد الشمس داخل الماء بتبقى متعادلة التأثير، يعني لا بتحمر ولا بتزرق. طب تعالى نشوف الكلام ده. انا دلوقتي جبت حوض به ماء وجبت ورقتين عباد الشمس. نضع ورقتين عباد الشمس نضعهم في الماء. طب ايه الملاحظة؟ الملاحظة معايا يا سنة تانية ان انا بقول لا يتغير لون ورقتي عباد الشمس الزرقاء والحمراء، لونهم ما اتغيرش. طب ايه تاني؟ الاستنتاج بقول ان الماء النقي متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس الزرقاء والحمراء. طب ايه تفسيره ده؟ ليه المية كانت متعادلة التأثير؟ يعني لا احمرت ولا ازرقت. طب ليه؟ هقول ان الماء هو عبارة عن ايه؟ جزيء الماء رمزه ايه؟ H2O.
طب بيتكون من ايه؟ قال لي لما بيجي يتأين، يعني ايه يتأين؟ يعني يتفكك، هيطلع منه او هينتج منه الاتش الموجب والاو اتش السالب. الاتش الموجب اللي هو مسؤول عن الخواص الحامضيه دي اللي بتحمر ورقه عباد الشمس، والاو اتش السالب اللي هي المفروض ان هي مسؤوله عن الخواص القاعديه او القلويه اللي هي بتزرق ورقه عباد الشمس. طب الميه موجود فيها الاتش وموجود فيها الاو اتش، يبقى معنى كده ان هيحصل ايه؟ يبقى مفيش تاثير، هما موجودين الاثنين، يعني لا هتحمر ورقه عباد الشمس ولا هتزرق ورقه عباد الشمس. يبقى بقول ان الماء النقي هو متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس الزرقاء وايه والحمراء. علل الماء النقي متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس. هقول ليه؟ أقول لأنه عندما يتأين يعطي أعدادا متساوية من أيونات الهيدروجين الموجبة وهي المسؤولة عن الخواص الحامضية، وأيونات الهيدروكسيد السالبة وهي المسؤولة عن الخواص القاعدية. الحاجة التانية من الخواص الكيميائية إن هي انحلال الماء كهربيا. الماء بينحل كهربيا طب علشان نعمل النشاط ده يثبت لنا ان الماء بيتحلل كهربيا. تعالوا نجيب الادوات بتاعتنا كده. احنا هنجيب زجاجة مياه غازية فارغة، هجيب ماء قطعة دائرية من طبق فوم، هجيب قلمة رصاص او قلمين رصاص، ملعقة من كربونات الصوديوم، هنجيب بطارية 4.5 فولت، هجيب سلكين نحاس، انبوبتين اختبار، وهنجيب معاهم مسدس شمع. هنعمل الجهاز اللي موجود قدامنا اللي موضح قدامنا ده، احنا بنقول ان الجهاز ده بيساعدنا على التحليل الكهربي لمين؟ التحليل الكهربي للماء. طيب بعد كده الملاحظة بتاعتنا ايه؟ قال لي ان حجم الغاز المتصاعد عند القطب اللي هو السالب اللي هو عند المهبط بيكون ضعف الحجم الغاز المتصاعد فوق القطب الموجب. يبقى انا عندي دلوقتي طلع عندي في الانبوبتين غازين، عندنا قطب موجب وعندنا قطب سالب. هلاقي ان الغاز اللي موجود عند القطب السالب ضعف الغاز اللي موجود عند القطب الموجب، يبقى الغاز اللي موجود عند القطب السالب اكبر او ضعف الغاز اللي موجود عند القطب ايه الموجب. طيب انا عايز اعرف هو نوع ايه الغاز ده. لو تفتكروا معايا سنة تانية لما جينا نفسر او نقول ازاي بنكشف عن وجود غاز، طبعا الغاز بيطلع لنا في الانابيب مش بيبقى مكتوب اسمه، احنا اللي بنعرف. طب بنعرف ازاي؟ بتقريب عود ثقاب او شظية مشتعلة. بيحصل ايه؟ لو حصل توهج يبقى ده غاز الاكسجين. طب لو حصل انطفاء لعود الثقاب يبقى ده غاز ثاني اكسيد الكربون. طب لو حصل فرقعة يبقى ده غاز الهيدروجين. خلاص؟ طيب هنا بيقول لنا بقى ايه؟ حجم الغاز المتصاعد فوق القطب اللي هو الموجب طبعا بيكون السالب بيكون ضعف ايه الموجب. طب الغاز المتصاعد فوق القطب السالب المهبط قال لي بيشتعل بفرقعة عند تقريب شظية مشتعلة. يبقى ده غاز ايه يا سنة تانية؟ لما يقول لي دلوقتي الغاز المتصاعد فوق المهبط بيكون بيشتعل بفرقعة، يبقى ده غاز ايه؟ هيدروجين. طب الغاز المتصاعد فوق القطب الموجب اللي هو المصعد بيشتعل بايه؟ دلوقتي بيتوهج، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى غاز الاكسجين. يبقى الغاز المتصاعد فوق القطب الموجب بيحصل له ايه؟ اللي بتتوهج الشظيه المشتعله، يبقى ده ايه؟ اكسجين. اما الغاز فوق القطب اللي هو المهبط القطب السالب بيحصل له ايه؟ يشتعل بفرقعه، يبقى ده غاز الهيدروجين. الاستنتاج بتاعنا بنقول ينحل الماء المحمض كهربيا الى عنصري الهيدروجين والاكسجين، ويكون حجم غاز الهيدروجين المتصاعد عند القطب السالب ضعف حجم غاز الاكسجين المتصاعد عند القطب ايه؟ عند القطب الموجب. يبقى ينحل الماء المحمض كهربيا الى عنصري الهيدروجين والاكسجين، ويكون حجم غاز الهيدروجين المتصاعد ضعف حجم غاز الاكسجين. طب ايه الجهاز يا سنه تانية اللي انا هستخدمه لانحلال الماء كهربيا؟ هقول الجهاز اللي هستخدمه اسمه جهاز فولتميتر هوفمان. جهاز فولتميتر هوفمان. طيب جهاز فولتميتر هوفمان انا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هحط فيه ماء محمض. الماء المحمض ده هيحصل له ايه؟ قال لي حاجه، بص هلاقي عند المهبط هيبقى فيه الغاز اللي عندي اللي طلع اللي هو غاز الهيدروجين ضعف غاز مين؟ غاز الاكسجين اللي موجود عند المصعد. يبقى في جهاز فولتميتر هوفمان طلع ايه؟ قال لي حطيت ماء محمض. طب طلع غازين، الغاز اللي هو عند المهبط بيكون ضعف الغاز اللي عند مين؟ المصعد. طب هنكشف عنهم ازاي؟ بتقريب شظيه مشتعله. هيحصل لها ايه عند الاتش؟ هتتوهج. طب وعند الاو؟ عند الاتش هيحصل لها فرقعه، وعند الاو هتتوهج. تمام؟ يبقى بقول هنا يتصاعد غاز الهيدروجين فوق المهبط بينما يتصاعد غاز الاكسجين فوق المصعد. طب تعالوا نقول كده التجربه بتاعتنا او المعادله بتاعتنا. بنقول في المعادله بتاعتنا انا هجيب دلوقتي ميه هعمل لها تحليل كهربي، هيطلع عندي حاجتين، غازين، الغاز الاول اللي هو الهيدروجين والغاز الثاني اللي هو الاكسجين. يبقى الماء هنقول المعادله ايه بقى؟ انا عندي 2 H2O تحليل كهربي هيطلع لنا 2 H2 بلس O2. خد بالك معايا انا قدام الاتش في 2، الاو ما قدامهاش 2، يبقى كميه الاتش ضعف كميه مين؟
كميه الاكسجين. يبقى بقول المعادله الثاني، المعادله الكيميائيه تاني للتحليل الكهربي للماء، هقول 2 H2O تحليل الكهربي هيطلع لنا 2 H2 بلس O2. تمام. ده كده التحليل الكهربي للماء. واحنا اتفقنا ان التحليل الكهربي للماء بيكون عن طريق جهاز اسمه ايه؟ جهاز فولتميتر هوفمان. يبقى يتصاعد غاز الهيدروجين فوق القطب السالب اللي هو المهبط، ويتصاعد غاز الاكسجين فوق القطب ايه؟ الموجب اللي هو المصعد. طيب علل تضاف قطرات من حمض الكبريتيك المخفف الى الماء النقي عند تحليله الكهربي. انا اقول له ليه؟ اقول لان الماء النقي رديء التوصيل للكهرباء، لان الماء النقي رديء التوصيل ايه؟ للكهرباء. واضافه الحمض او كربونات الصوديوم اليه تجعله موصل جيد للكهرباء. يبقى تضاف قطرات من حمض الكبريتيك ليه؟ اقول له لتجعل الماء، لان الماء النقي طبعا رديء التوصيل للكهرباء، فانا عايزاه يبقى له القدره على انه يبقى جيد التوصيل للكهرباء. يبقى اقول لان الماء النقي رديء التوصيل للكهرباء، واضافه الحمض او كربونات الصوديوم تجعله موصل جيد لايه؟ تجعله موصل جيد للكهرباء. في عندنا مسائل وفي عندنا قانون. المسألة بتاعتنا او القانون بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول ان انا دلوقتي حجم الغاز الاكسجين هيساوي حجم الهيدروجين هيساوي 2 في الاكسجين. طب تعالوا نشوف المسألة بتاعتنا. بيقول لنا عند تحليل حجم معين من الماء المحمض بحمض الكبريتيك المخفف كان حجم غاز الاكسجين الناتج 2 سنتيمتر مكعب من حجم الهيدروجين الناتج. مين شاطر معايا سنة تانية هيقول لي يبقى حجم الهيدروجين كام دلوقتي؟ احنا اتفقنا ان الاكسجين 2، يبقى انا عايزه الهيدروجين على طول اضرب في 2 لان هو ضعفه، يبقى 2 في 2 خلاص. طب لو هو كان عندي حجم الاكسجين 3، يبقى هاخد التلاتة دي واضربها في 2. انتوا فاهمين ازاي؟ يبقى بقول دلوقتي ان حجم الهيدروجين بجيبه ازاي؟ بقول 2 في حجم الاكسجين. يبقى عندي المسألة دلوقتي بيقول لي عند تحليل حجم معين من الماء المحمض بحمض الكبريتيك المخفف كان حجم غاز الأكسجين الناتج 2 سنتيمتر مكعب، فما حجم غاز الهيدروجين الناتج؟ الحل بتاعنا هقول له ايه؟ هقول له حجم غاز الهيدروجين هيساوي 2 في حجم غاز الأكسجين، يعني 2 في 2 بتساوي 4 سنتيمتر مكعب. التلوث المائي تعريفه ايه؟ بقول ان التلوث المائي ده هو اضافه اي ماده الى الماء بشكل يحدث تغير تدريجي مستمر في خواصه. يبقى هو اضافه اي ماده الى الماء بشكل يحدث تغير تدريجي مستمر في خواصه وبصوره تؤثر على صحه وحياه الكائنات الحيه. طيب انا مش فاهمه برضو، عايزه احفظ التعريف ده احفظه ازاي؟ بص معايا سنه تانية. دلوقتي انا هجيب كوبايه ميه نظيفه خلاص، وهنجيب معلقه تراب. هجيب ايه؟ كوبايه ميه نظيفه وهجيب معاها معلقه تراب. هجيب معلقه التراب دي واقلبها فين؟ وهقلبها في كوبايه الميه. طب ايه اللي هيحصل يا سنه تانية؟ هقول لك اتفضل اشرب بقى، ينفع؟ لا. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ حصل تلوث الماء. يعني ايه؟ اقول اضافه اي ماده اللي هي التراب الى الماء بشكل يحدث تغير تدريجي مستمر في خواصها. طبعا هي غير قابله للاستعمال، يبقى تؤثر على صحه وحياه الكائنات الحيه. ايوه، يبقى هنا بقول عليها تلوث مائي. يبقى يعني ايه كلمه تلوث مائي؟ اضافه اي ماده الى الماء بشكل يحدث تغير تدريجي مستمر في خواصه وبصوره تؤثر على صحه وحياه ايه؟ الكائنات الحيه. طيب ايه هي ملوثات الماء واضرارها؟ هنقول تنقسم الملوثات البيئيه بشكل عام الى نوعين هما: اول حاجه في عندنا ملوثات طبيعيه، ودي طبعا لا دخل الانسان فيها، اللي هي بقول عليها ظواهر طبيعيه، او عندنا حدوث البراكين او البرق او موت الكائنات الحيه. دي حاجات طبعا ملوثات طبيعيه لا دخل الانسان فيها. وزي ما قلنا قبل كده او انتوا عارفين ان احنا بنقول ان البركان الواحد قادر على ان هو يلوث مدينه باكملها. يبقى البركان الواحد قادر على ان هو الابخره اللي ناتجه منه تلوث مدينه باكملها، طبعا لا دخل الانسان فيه خلاص. طيب النوع الثاني من الملوثات اللي هي الملوثات الصناعيه، ودي طبعا من صنع الانسان. بقول اللي هي انشطه الانسان المختلفه، اللي هي زي ايه؟ الاسراف في استخدام المبيدات الكيميائيه والاسمده الزراعيه، القاء مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع في البحار والانهار، حرق الفحم والبترول، اي حاجه ماده عضويه بتتحرق برضو بتطلع لنا دخان، اللي هي زي عوادم السيارات، فهنا بنقول عليها ملوثات ايه؟ ملوثات صناعيه. انواع تلوث المياه. احنا عندنا انواع تلوث المياه هنقولهم كده مجمل بصفه عامه، بعد كده هناخد كل واحده منهم بالتفصيل. ايه هي انواع تلوث المياه؟ اول حاجه هقول تلوث بيولوجي، ماشي. طب رقم 2 هنقول تلوث كيميائي. رقم 3 هقول تلوث حراري. بعد كده تلوث ايه؟ تلوث اشعاعي. يبقى انواع تلوث الماء 4 انواع، اللي هو تلوث بيولوجي، تلوث كيميائي، تلوث حراري، بعد كده تلوث ايه؟ اشعاعي. طيب ناخد واحده كده يا سنه تانية. اول حاجه هقول عليها اللي هو التلوث البيولوجي. التلوث البيولوجي او اي نوع من انواع التلوث اللي انا هتكلم عليها في حاجتين: المنشأ والاضرار. يعني اسبابها ايه؟ اسباب التلوث دوت ايه؟ والاضرار بتاعته اللي هتسببه ايه؟
طب تعالى نتكلم اول حاجه على التلوث البيولوجي. هقول ان المنشأ بينشأ من اختلاط فضلات الانسان والحيوان بالمياه اللي هي اللي بنقول عليها المجاري. يبقى المنشأ بيكون عباره عن ايه؟ ينشأ من اختلاط فضلات الانسان والحيوان بايه؟ بالماء. طب هيسبب لنا ايه الحاجات اللي ممكن يسبب لنا التلوث البيولوجي؟ الاضرار اللي ممكن يسببها ان هو يصيب او يسبب الاصابه بكثير من الامراض. يسبب الاصابه بكثير من الامراض مثل ايه؟ بالهارسيا، تيفويد، التهاب كبدي وبائي. بالهارسيا، تيفويد، التهاب كبدي وبائي. يبقى التلوث البيولوجي بيسبب لنا ايه؟ بالهارسيا، تيفويد، التهاب كبدي وبائي. خلاص. يبقى اسباب التلوث البيولوجي اقول اختلاط فضلات الانسان والحيوان بالماء. طب اضراره ايه او بيسبب لنا ايه؟ البلهارسيا والتيفويد والالتهاب الكبدي ايه؟ الالتهاب الكبدي الوبائي. النوع الثاني من انواع التلوث اللي هو التلوث الكيميائي. والتلوث الكيميائي ده مهم جدا على فكره، سنه تانية. طيب نتكلم على المنشأ بتاعه. بقول ان المنشأ تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في الانهار والترع والبحار. يبقى بينشأ منين التلوث الكيميائي ده؟ من تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في الترع والانهار والبحار. طيب بيسبب ايه او اضراره ايه؟ اقول له ان الاضرار بتاعته زياده تركيز العناصر الملوثه للماء، دي بتسبب اضرار بالغه. يعني فيها عندنا بعض المركبات او العناصر دي زيادتها بتسبب اضرار بالغه للكائنات الحيه. مثال، لو قلت لك مثلا زيادة معدلات أو عند تناول كميات عالية من الزرنيخ أو من الأطعمة اللي بتحتوي على الزرنيخ، ده هيسبب لنا أو هيزود لنا معدلات الإصابة بسرطان الكبد. يبقى لو أكلنا حاجات كتير بتحتوي على الزرنيخ أو تركيزات عالية من الزرنيخ، يبقى ده هيسبب لنا إيه؟ والعياذ بالله اللي هو سرطان الكبد. طيب ايه تاني؟ بقول ان احنا عندنا زيادة تركيز الرصاص هيسبب موت خلايا المخ. زيادة تركيز الرصاص بيسبب ايه؟ موت خلايا المخ. يبقى انا بقول دلوقتي عند التلوث الكيميائي مصدره ايه؟ تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في الترع والانهار والبحار. طب هيسبب ايه؟ عندنا بعض العناصر لو زادت عند الانسان بكميات كبيره هتسبب لنا اضرار. طب زي ايه؟ اول حاجه زياده كميه الزرنيخ هيسبب ايه؟ هيسبب مرض او بنقول عليه سرطان الكبد، وده بزياده نسبه الزرنيخ. طب الرصاص لو زادت نسبته هيسبب لنا موت خلايا المخ. هيسبب ايه؟ موت خلايا المخ. بعد كده فقدان البصر، وده بينتج من ايه؟ من زياده تركيز كميات من الزئبق. يبقى لو انا قلت دلوقتي زئبق كتير هيسبب ايه؟ هيسبب فقدان بصر. طب رصاص كتير موت خلايا المخ. طيب زرنيخ هيسبب ايه؟ سرطان الكبد والعياذ بالله. تمام يا شباب؟ يبقى ده اسمه التلوث ايه؟ التلوث الكيميائي. يبقى التلوث الكيميائي مصدره بنقول عليه او منشأه تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في الترع والانهار. طب اضراره ايه؟ زياده نسبه الزرنيخ بتسبب سرطان الكبد. عندنا زياده نسبه الرصاص بتسبب موت خلايا المخ. زياده نسبه الزئبق بتسبب فقدان ايه؟ بتسبب فقدان البصر. خلاص. نتكلم بعد كده على النوع الثالث من التلوث اللي هو التلوث الحراري. التلوث الحراري ده منشأه ايه؟ ارتفاع درجة حرارة بعض المناطق البحرية المستخدمة مياهها في تبريد مفاعلات النووية. يبقى احنا في عندنا بعض المناطق اللي هي اللي بنقول عليها او المصانع بتاعة المفاعلات النووية، لما ندخل مية عشان تبرد المفاعلات النووية دي، المية دي بتخرج تاني، بنخرجها تاني على الانهار، في الانهار والبحار. بتسبب لنا ايه بقى؟ بتسبب لنا هلاك الكائنات البحرية الموجودة بها. بتسبب لنا ايه؟ هلاك الكائنات البحرية الموجودة بها. طب ليه؟ هقول نتيجة انفصال الأكسجين الزائب في الماء. يبقى نتيجة انفصال الأكسجين الزائب في الماء بتسبب إيه؟ هلاك الكائنات البحرية. ده التلوث مين؟ التلوث الحراري. آخر نوع من أنواع التلوث اللي هو التلوث الإشعاعي. التلوث الإشعاعي ده بينشأ نتيجة تسرب المواد المشعة من المفاعلات النووية. يبقى بينشأ نتيجة تسرب المواد المشعة منين؟ من المفاعلات النووية وإلقاء النفايات الذرية في المحيطات والبحار. يبقى المنشأ بتاع التلوث الإشعاعي إيه؟ ينشأ نتيجة تسرب المواد المشعة من المفاعلات النووية وإلقاء النفايات الذرية فين؟ في المحيطات والبحار. خلاص؟ الأضرار بتاعته مش مطلوبة مننا بس نعرفها، اللي هي هتسبب لنا معدلات الإصابة والعياذ بالله بالسرطان. تمام؟ طيب هنا بيقول لنا علل التلوث الحراري بيؤدي إلى هلاك الكائنات الحية أو الكائنات البحرية. ليه التلوث الحراري يؤدي إلى هلاك الكائنات البحرية؟ أقول له نتيجة لانفصال الأكسجين الزائب في إيه؟ نتيجة لانفصال الأكسجين الزائب في الماء. كده يعتبر أنواع التلوث اللي موجودة معانا خلصت. إزاي بقى أحمي المية من التلوث؟ ازاي نحمي الميه من التلوث وما يحصلناش الامراض الكتير اللي احنا اتكلمنا عنها دي؟
اول حاجه بقول ان القضاء على ظاهره التخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع، يعني نمنع نزول المجاري اللي هي بنقول عليها مخلفات الصرف الصحي دي، نمنعها ان احنا ننزلها في مياه الشرب اللي هي مياه النيل. يبقى القضاء على ظاهره التخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع في مياه النيل او الترع، ما ينفعش ان احنا نرميها في مياه النيل. طيب دي حاجه. الحاجه التانية تطوير محطات تنقية المياه وإجراء تحاليل دورية على المياه، وده طبعا لتحديد مدى صلاحيتها للشرب. يبقى تطور محطات تنقية المياه وإجراء تحاليل دورية على مين؟ على المياه. ليه؟ لتحديد مدى صلاحيتها للشرب. طيب رقم 3 بقول نشر الوعي البيئي بين الناس حول حماية المياه من التلوث. نشر الوعي البيئي بين الناس حول حماية المياه من ايه؟ من التلوث. بعد كده بنقول تطهير خزانات المياه فوق اسطح العمارات بشكل دوري مستمر. يعني المفروض ان احنا عندنا الخزان بتاع المياه فوق البيت، المفروض كل فتره بيحصل له، بنعمل له عمليه تنظيف او عمليه ايه، حمايه من التلوث، ان احنا بننضفه. تطهير خزانات المياه فوق اسطح العمارات برضو. يبقى تطهير خزانات المياه فوق اسطح العمارات. عدم تخزين مياه الصنبور في زجاجات المياه المعدنيه البلاستيكيه الفارغه. يعني ما ينفعش ان احنا نخزن مياه الشرب بتاعتنا في زجاجات بلاستيكيه. المفروض ان احنا بنخزن المياه اللي بنحطها حتى في الثلاجه، المفروض في مياه ايه، او في زجاجات زجاج. طب ليه؟ هنقول لانها تتفاعل، طبعا الماده اللي هي البلاستيك دي بتتفاعل مع مين؟ مع غاز الكلور المستخدم في تطهير المياه. احنا لما بنيجي نطهر الميه بنضيف لها عنصر الكلور، غاز الكلور، لما بنضيفه للميه بتتفاعل مع مين؟ بتتفاعل مع البلاستيك، فتزيد من الاصابه بالسرطان. يبقى احنا بنقول دلوقتي علل عدم تخزين مياه الصنبور في زجاجات المياه المعدنيه. نقول ليه؟ اقول لانها تتفاعل مع غاز الكلور المستخدم في تطهير المياه، فتزيد من معدلات الاصابه بالسرطان. المياه المعدنيه اللي احنا بتجيلنا في زجاجات بلاستيك، ما نقولش ان هي موجود فيها كلور. امال هما بيطهروها بايه؟ بيطهروها بغاز الاوزون وليس الكلور. خلاص معايا يا سنه 6 يا سنه تانية كده، يعتبر احنا خلصنا الدرس بتاعنا. اتمنى ان انتوا تحلوا عليه الاسئله اللي موجوده على الدرس، ونحل كمان الاسئله بتاعه الوحده، لان كده النهارده احنا يعتبر خلصنا الوحده الاولى.